شدد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير ماركا الإسبانية على قدوم ليونيل ميسي ودي ماريا للهلال السعودي الصيف المقبل، وينتهي عقد ميسي مع باريس في يونيو المقبل وسط توقعات بالغة بقرب ميسي من الدوري السعودي. وقال دياز في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية: متأكد من قدوم ميسي للهلال رفقة مواطنه دي ماريا والإسباني سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن رحيله عن برشلونة. وأضاف: والد ميسي ومحيطه صرحوا بأن عودة اللاعب لبرشلونة معقدة للغاية. وتابع: كما أؤكد أن ميسي سيرحل للهلال بنسبة 95%. ولفت: الدوري السعودي سيحصل على خدمات الخماسي ميسي ودي ماريا وبوسكيتس وإنيستا وجوردي ألبا. ونوه رئيس تحرير ماركا: الهلال سيحصل بخدمات الثلاثي ميسي ودي ماريا وبوسكيتس. وأوضح: رونالدو مستمر مع النصر، فهو يشعر بالراحة في المملكة، الشائعات بشأن رحيله غير صحيحة، والنصر سيعزز صفوفه بلاعبين كبار. وأكد: لويس إنريكي لن يأتي للدوري السعودي وكذلك مانويل بيليغريني، أما سيرجيو راموس لا يمتلك أي عرض سعودي، بل حصل على عرض للبقاء مع باريس. وزاد: كريم بنزيما قريب من اتحاد جدة، ولم يجدد عقده مع ريال مدريد حتى الآن، مصير اللاعب سيتحدد خلال 10 أيام. وأتم: الفارو موراتا يمتلك عرضا سعوديا، واللاعب ينتظر قرار